هنتعرف على حكاية الفنان زكي رستم ابن البشوات اللي تسبب في إصابة أمه بالشلل. في يوم 5 مارس 1903 اتولد زكي رستم لعيلة من أصحاب الحسب والنسب. كبر وتربى في قصر بيضم حوالي 50 أوضة، وبيشغي بالخدم والطباخين والسفرجية والمربيات اللي منهم مصريات وأجنبيات. أبو زكي رستم اسمه محرم بيك رستم، كان عضو بارز في الحزب الوطني، وكان كمان صديق مقرب لمصطفى كامل ومحمد فريد. طبعا بحكم شغله وعلاقاته كان عايز ابنه يدخل كلية الحقوق، لكن زكي اتمرد وقال لأ، واختار طريق التمثيل. وكان بداية تعلق زكي رستم بالتمثيل زي ما كان بيحكي بدأت في المرحلة الابتدائية، لما تعود هو وابن خالته اللي كان بيدرس الطب، وكان من هواة المسرح إنه يروح يتفرج على عروض جورج أبيض كل جمعة. من كتر العروض اللي شافها بدأ زكي يتعلق بالتمثيل، وبعد شوية حس إنه عايز يبقى واحد من العالم دي بدل ما هو بيروح يتفرج عليهم وخلاص. استنى زكي لما كبر شوية وبقى في التوجيهية، وبدأ يدور إزاي يحقق حلمه إنه يلتحق بالتمثيل والفن. فبقى يتصل بهواة التمثيل ويروح الأماكن اللي بيترددوا عليها لحد ما اتعرف على عبد الوارث عصر وعمر وصفي وعبد الرحمن رشدي، اللي أول ما شافه قال له روح يا شاطر ركز في مذاكرتك أحسن. فزكي قال أنا مركز فعلا في مذاكرتي ومش ناوي أسيبها علشان الفن، بس أنا عايز أمثل واشتغل وقت فراغي. انبسط جدا عبد الرحمن رشدي من رده، فوجه لزكي الدعوة علشان يزوره في المسرح. ووقتها كان بيقدم المسرحية اللي اسمها الموت المدني، وطبعا زكي لما راح كان في قمة السعادة، كان فرحان جدا إن فنان زي عبد الرحمن رشدي يستقبله في المسرح. كمل زكي دراسته لحد ما خلص التوجيهية، ووقتها حس إنه خلاص مش قادر يتأخر يوم واحد عن المسرح، وبقى ملوش نفس للمذاكرة ولا للمدرسة ولا الدراسة. فرح لعبد الوارث عصر وقال له أنا عايز انضم معاكو لجمعية أنصار التمثيل. فعبد الوارث خده من إيده وقدمه لأعضاء الجمعية، فبصوله وقالوا وده يعرف إيه في التمثيل ده؟ فقال لهم وإحنا يعني كنا نعرف إيه، يلا نديله فرصة زي ما غيرنا ادالنا الفرصة. في الوقت ده كانت الجمعية بتعمل مسرحية اسمها العبرة، فادوله دور صغير ما يعديش ال5 دقايق، وكانت دي أول مرة يقف زكي رستم على المسرح. وازدادت سعادة زكي رستم أضعاف لما في يوم عرف إن سعد باشا زغلول هيحضر العرض. في الوقت ده العيلة بدأت تهدد زكي بالطرد لو مرجعش عن اللي بيعمله، فازاي سليل الحسب والنسب يلتحق بالتمثيل والمسرح والكلام الفاضي اللي ملهوش لازمة ده؟ ازاي يشتغل مشخصاتي؟ وطبعا ده كان عيب عند البشوات واصحاب العائلات الكبيره. وجابته امه وخيرته بين انه يدرس الحقوق ويبقى محامي قد الدنيا يشرف العيله، او يبقى مشخصاتي يجيب العار للعيله كلها. طبعا هو اختار انه يشتغل مشخصاتي بس ما يجيبش العار للعيله، وكانت النتيجة إن أمه طردته من السرايا وقالت له روح لا أنت ابني ولا أنا أعرفك، وبعدها اتصابت يا عيني بالشلل. خرج زكي رستم المغضوب عليه من بيت الحسب والنسب للشارع علشان يجرب التمثيل وينتقل من الفرقة لفرقة، وكان بيشتغل من غير أجر لحد ما جه في يوم وهو قاعد على القهوة لقى واحد بيحط إيده على كتفه بيلفله ويشوف مين ده. لقى يوسف بيه وهبي، وكان بيعرض عليه الشغل في فرقة رمسيس اللي كونها من 2 سنين. طبعا زكي فرح جدا ووافق فورا، ما صدق ان الفرصة جات له، وبرضه قال له هشتغل من غير اجر. لكن بعد فترة يوسف بيه بعت له وقال له انا مش هقدر اشغلك ولا اديلك ادوار مهمة الا لما تمضي عقد وتلتزم معايا. وهنا بقى مضى زكي رستم اول عقد في حياته، وكان ب5 جنيه في الشهر. بعد الفترة دي من الشغل في المسرح قرر محمد كريم مع يوسف وهبي انهم يعملوا فيلم زينب سنة 1930، وده كان فيلم صامت، واختاروا زكي رستم انه يلعب دور فيه بنفس اجره على المسرح. ووقتها قال ان زمايله كانوا بيتريقوا عليه وكل اللي في الفيلم لانهم كانوا بيحركوا شفايفهم بس بالحوار المكتوب، ولكن في المسرح بيسولوا ويقولوا بالكلمات الرنانة اللي بتهز المسرح. لكن طبعا زكي رمى كل الكلام ده ورا ظهره ولا همه اي كلام،
لأنه كان مركز في جملة واحدة بس وعايز يحولها لحقيقة في يوم من الأيام، وهي جملة جورج أبيض اللي قاله هتبقى ممثل عظيم بس ركز واتدرب كويس، وده فعلا اللي حصل معاه.